السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قول لي فاتح بقالك قد ايه هنا؟ احنا فاتحين بقالنا حوالي 15 سنة. بديت المهنه بقى بديتها ازاي؟ كنا عندنا عربية وبنبيع بجنيه وبربع وكل حاجة والدنيا جميلة. طبعا الحمد لله. ما شاء الله ربنا يوسع عليك. يا رب يخليك، الحمد لله على كل شيء. قول لي الاول احنا موجودين فين؟ احنا موجودين في حدائق حلوان، شارع جمال عبد الناصر. انت الفرع هنا بنبيع ايه في الفرع ده؟ انا ببيع مكرونة كبدة وسجق وكفتة، سندوتشات برضه كبدة وسجق وكفتة، والطواجن لحمة وكبدة وفراخ. الحمد لله. أنا النهاردة في حدائق حلوان عند أبو سيف اللي أكله كله خفيف، وهو في الأصل من الفيوم لكن في شغلته حريف. أبو سيف بدأ من عربية صغيرة جدا لحد ما الحمد لله ربنا فتح عليه وعمل محل في أكبر شوارع حدائق حلوان، شارع جمال عبد الناصر. طبعا عند ابو سيف ما شاء الله اكله نضيف و100. أبو سيف ما بيعملش مكرونة بس، ده أبو سيف بيعمل كبدة وسجق وطواجن. يلا نتعرف على مطعم أبو سيف ونشوف هيأكلنا ايه النهارده. ادوق المكرونه عندك النهارده نورنا ونقول للناس بقى اخبارها ايه. تمام. يلا ناكل مكرونه عند ابو سيف وان شاء الله تطلع اجمد مكرونه في مصر. يلا بينا. بص بقى طبق المكرونه العسل ده. انت ايه ده وليمه يا عم. ما شاء الله. انت جايب لي طاجن كمان؟ اللهم صل على النبي. ده طاجن مكرونه وجايب لي كل انواع السندوتشات، كفته وسجق وكبد وقوانص، دي كبده. ما شاء الله ما شاء الله، ده مظبطنا على الاخر. ما شاء الله ابو سيف عمل لي وليمه. انا ما كنتش متخيل ان هو يجيب لي، انا كنت قلت له مكرونه بس، يعني كنا هناكل طبق المكرونه ده. نقول بسم الله وناكل المكرونه الاول. نحط بقى، قرب عليها كده درش. ايوه بص، انا بحب دايما احط على المكرونه الليمون، يعني الليمون ده اصلا عندي اساسي. ممكن احط معاه كبده بس هحط الكبده بعد ما ادوق المكرونه لوحدها، عشان هو الاصل في الموضوع المكرونه بس. المكرونه سواها حلو قوي، سواها مظبوط جدا، وكمان هم حاطين شويه فلفل اسود هنا مخلين الطعم حكايه. نحط عليها بقى شويه كبده من اللي هم قالوا لي عليها تحت. نحط شويه الكبده درش بالكبده بقى، خطيره. السندوتش ده سندوتش كفته. الكفته تبان صغيره بس هو حاطط كتير في السندوتش ما شاء الله، يعني مليان. دي كبد وقوانص، اول مره اكلها في سندوتش. انا ما بشوفش محلات بتعملها كتير ليه اصلا، حلوه. ده السجق الاسكندراني. الساندوتش على فكره هنا الفينو ب 3 جنيه والبلدي ب 6 جنيه. المكرونه بتبدا عندهم من 8 جنيه لحد 30 جنيه، يعني في ب 15 و20 ولحد 30 جنيه. الطاجن ده طاجن مكرونه بالفراخ ب 20 جنيه. عالمي. دي بقى عاملاها للاكل بس. والله حلاوه كده 8 جيجا. ايوه كده. في الثانيه كلينج هيقول لك اسم كريم عشان بتوع الفيوم بيتفرجوا علينا. اللي زي ما بيقولوا بدأت من الصفر، يعني الراجل بيقول لكم ان هو بدأ بعربيه واقفه في الشارع وما شاء الله بقى عنده المحل بتاعه في حته محترمه جدا، في حدائق حلوان. الف تحيه لاصحاب المحل، وعايز كل الناس تيجي تجرب الاكل هنا. الاكل هنا محترم جدا، اكل شعبي لطيف. تحيه لكل اهل مصر، تحيه للناس المجتهده المحترمه اللي بتتعب عشان تاكل لقمتها بعرق جبينها. بتاكل عند ابو سيف بقالك قد ايه؟ بقالي كتير والله. ناس محترمه والصراحه طعم ولا فول خيال. انت جبت ايه النهارده؟ انا جبت كبد وقوانص والمكرونه الله اكبر عليها. انت بتاكل بقالك كتير من هنا؟ ساعة ما جم ناس محترمين وكل حاجة وعندهم ضمير وناس بتفهم إلا من اللي فيه والجرح لو من الغريب بقدر عليك واداويك واروح لأقرب طبيب يوصف لي علاج واداويك. إلا نار الحبيب مدوباني يا ناس، وجرح الحبيب يا ناس ولا أشطر طبيب.
بصراحه ببقى مبسوط جدا لما باجي اصور عند حد والناس دي فعلا تبقى تستاهل ان الناس تعرفها. الاكل بتاعهم تحفه جدا، الاسعار بتاعتهم حلوه جدا، ناس نظيفه جدا. فلازم كل الناس نعرف النماذج الايجابيه دي، وكل الناس لازم تيجي تجرب الاكل من عند ابو سيف. وده تبع ايه؟ يوتيوب. كام السندوتش ده بقى؟ ده ب3 فينو. 3؟ اي نوع فينو 3. اللي بلدي 5 اي نوع برضه. بعد الثانية واحدة بس. بس بالكريم الاول. حبيبي يا حمادي. بص الثلاجة ثانية. تروح السجقتين واثنين، شوف الاستاذ عايز ايه. ايه؟ واحد سجق. انت عايز ايه؟ انت عايز 2 سجق و2 بس عشان عايز ممكن نمسح العربيه دي بس من هنا كده؟ ايه؟ نمسح بقى الحاجات دي بعد ما تعمل سندوتشات. استنى احنا براحتك. خالص. ماشي. ولازم كل الناس تيجي فعلا تجرب الاكل من هنا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش السبسكرايب واللايك والشير عشان نوصل لكتير. سلام.